لو مش بتعرفي ترسمي الايلاينر ودايما العين دي تطلع كده رسمه واتجاه والتانيه مخصماها تماما، فالفيديو ده ليكي. هقولك على حاجات صغيره تساعدك انك تطلعي الايلاينر بيرفكت. اول حاجه، انت مش هتستخدمي ايلاينر، يعني في الاول انت هتبداي بالاي شادو بفرشه حواجب. فرشه الحواجب دي يعني تكون صغيره علشان تتحكمي ان الايلاينر ما يطولش منك فجاه، وتكون رفيعه مضغوطه، يعني الشعر بتاعها كده ايه، مش تخين برضو عشان ما تخنلكيش الايلاينر. وهتاخدي عليها اي شادو اسود، تمام، ممكن بني، يعني زي ما تحبي الايلاينر لونه ايه. وهتاخدي الاي شادو وتنفضي كده وانتي مفتحه عينيكي مع اتجاه اخر رمش عندك. يعني انا حتى ماسكارا الميك اب ده ميك اب يومي كده سريع، هتلاقوه في الفيديو اللي فات. المهم ان مع اخر رمش طالع عندك انت هتبداي ايه، تسحبي الخط بتاع الايلاينر. في ناس بتحب تحط تيب كده اللزق تحطه من تحت هنا وهنا، بحيث ان لو انت لسه برضو في الاول ومش عارفه تظبطي الاتجاه، ممكن ده يبقى نازل شويه وده طالع. دي برضو حاجه حلوه ممكن تساعدك. انا طبعا هسكيب لده، بس اديني قلتها لك. بعد ما خلاص حطيتي التيب والفرشه معاكي جاهزه، من عند اخر حاجه وانتي مفتحه عينيكي ما تغمضيش، لان مش هدخل في قصه رسمه عينك عامله ازاي والجفن المتحرك ايه والثابت ايه لا، وانتي مفتحه عينيكي وبصه شوفي اتجاه الرمش بتاعك الاخراني من عنده كده، وهتبداي تطلعي لبره تعملي الخط بتاعك. تمام. اكمل؟ لا ما كملش، نفس الخطوه اللي عملتها هنا هعملها الناحيه التانية. ودي من اكبر الاسباب اللي تخليكي تطلعي العينين عموما في الايلاينر والاي شادو زي بعض، وهي انك ما تخلصيش ده للاخر وتيجي تبداي هنا تبقي نسيتي بداتي هنا ازاي او اتجاه ايدك ايه وكده. لا، ففي ساعتها نفس الخطوه هنا هعمل زيها الناحيه التانية. تمام. عملتها بالاي شادو، نبدا بقى ايه، نكمله لجوه. وانتي راجعه بقى بالايلاينر لجوه، ما تبدايش من اخر الخط اللي انتي رسماه، لا، خليكي لجوه شويه. يعني سيبي كده ايه تلت الخط ده، ابدأي من نصه عادي وارجعي لجوه، علشان تفضلي محافظه ان نهايه خط الايلاينر بتاعتك تبقى خفيفه، فاهمه؟ فما تخنيهوش من الطرف، من النص كده. يعني سيبي جزء في الاول وابدأي بقى ايه، ارجعي بالخط ده على عينيكي. تمام. طبعا تتخنيه او ترفعيه ده يرجع لذوقك ويرجع للي بيليق على عينيكي، انا بوريكي بس التكنيك. ونفس الكلام برضو هنعمله الناحية التانية. هتبقى انت كده عملتي زي مثلث وفيه في النص فراغ هتمليه. برضو انا كل ده شغالة بالاي شادو، لانك لو بدأتي بالايلاينر على طول ولو هو ليكويد قوي ولو الفرشة بتاعته طرية جدا، فمش هتتحكمي من الاول. لكن فرشة الحواجب بتكون ناشفة فثابتة، وانتي بترسمي الاي شادو بيكون اسهل لك، بحيث برضو لو اتلخبطتي او في اي حاجة تعرفي تصلحيها، مش تبقي بدأتي بالايلاينر على طول. طيب ادخل بالايلاينر جوه كده على الجفن من فوق، يعني اكمل بخط الايلاينر. مفيش حاجه اسمها صح وغلط في الميك اب، في انا بحب كذا وده بيليق عليا فخلاص تمام. هي بتمشي بس مع الموضه. يعني زمان كنا بنعدي بالايلاينر جوه، دلوقتي لا، علشان العين تبقى مسحوبه وتبقى كات اي كده بنعمل من الاخر ومن قدام بس. انتي براحتك وعلى حسب المساحه عندك هنا تسمح ولا لا. انا عن نفسي بحب اعدي كده على خط الرموش، بحيث ان انا ايه، يعني احدد عينيا بس. فانتي ريحي الفرشة على جفنك على رموشك، الزقي فيها قوي، وما تعمليش خط كله مرة واحدة. امشي خطوة خط كده جنب التاني، خط جنب التاني، الموضوع هيبقى اسهل لك كتير. نيجي بقى للجزء اللي من قدام، خليكي برضو حريصة ان هو يكون ارفع حاجة عشان العين تطلع على رفيع، ما تخنيش خالص الجزء اللي من قدام ده. انتي ماشية كده كده على نفس الكيرف والخط بتاع عينيكي. وبرضو انا كل ده انا مغمضتش عيني، انا برسم وانا مفتحه عيني. حسيتي ان انتي هتدمعي هترمشي، شيلي ورمشي وارجعي اشتغلي تاني، وتنفضي الفرشه كويس عشان ما تدخليش اي باودر جوه عينيكي. ونفس الكلام برضو الناحيه التانية. لو بتحبي ترسمي مدمع العين هقولك تعمليه ازاي. لو انتي اصلا مبتدئه او بتخافي، يعني سكيب للخطوه دي. انتي
مدمع العين ما بتخنيهوش خالص وما بتنزليش بيه تحت ولا بتطلعي بيه للجنب، لا انت بتكملي نفس خط عينيكي بالظبط. يعني انا عينيا اتجاهها كده، انا بحط الفرشه وايدي خفيفه، انا ما بدوسش، وبطلع من عند جوه عينيا كده، بعمل خط رفيع خالص. تمام. بس لو وصلتي بقى للمرحله دي تاخدي نفسك كده وتهدي، لان خلاص خلصنا، انت عملتي الرسمه بالاي شادو. فاضل بقى ان الايلاينر هيمشي على الخطوط اللي انا اوريدي حطاها. بس عشان يساعدك انك تعملي ده وما تبوظيش اللي احنا بقى لنا شويه بنعمله، هو انك تختاري ايلاينر سهل في الاستخدام، ما تصعبيش الدنيا على نفسك. ما تجيبيهوش ريشه وطريه قوي تبقى بتتحرك كده تحت ايدك، ما تختاريهوش سايل كده خالص. فلا، ممكن تجيبيه قلم زي كده، فلوماستر، ريشه ناشفه، وما يكونش تخين علشان برضو ما يعرضش منك مره واحده. خليه رفيع وارسميه رفيع حبه، يعني انت بقى بتتحكمي في السمك بتاع الايلاينر براحتك. دلوقتي بقى انا بمشي على الخطوط اللي انا عاملاها بالايلاينر، ولو عايزه تغمضي عينك في الخطوه دي تغمضي عين وعين وتشتغلي عادي خلاص، لان انا ظبطت الرسمه بتاعتي على عيني وهي مفتحه طالعه مظبوط. وانتي بالايلاينر انتي برضو بتمشي بنفس التكنيك، بتعملي خط خط كده جنب بعض، شرط صغيرة. وفي الجزء اللي من قدام ده ما تخليش اتجاه القلم بالعرض، لان ممكن ايدك تريح، فهو مثلث رفيع من قدام وتخين من ورا فيهبب منك، فخليه القلم كده مش كده. تمام. فتقدري ان انتي ترسمي بالبوز بتاعه. بس كده انت خلصتي، عملتي رسمة ايلاينر كاملة بوينج ورسمة مدمع العين وكل حاجة. ممكن ما ترسميش المدمع لو مش حابة، وممكن ترسمي الايلاينر من غير وينج لو انت عايزة تمشي بس على خط رموشك. انا بحب لما برسم الايلاينر برضو ان انا احط كحل اسود من فوق، بي آه، بيعزز كده الايلاينر، بيخلي العين متحددة حلو، لان ممكن وانتي مفتحة تلاقي فيه خط ابيض كده من تحت، ده الجفن من جوه. شايفين بقى الرسمة عاملة ازاي؟ وممكن برضو لو حابة تحطي كحل من جوه، يعني أنا ممكن احط هنا كده، ده كده شكلها وهي متكحلة من جوه، وهنا لا. انتي بقى غيري زي ما انتي عايزة وحسب بيليق ايه على عينيكي. المهم ان البيز بتاعت رسمة الايلاينر لو انتي عايزة تعمليها بوينج وترسمي المدمع بقت معاكي بمنتهى السهولة. يا رب تكونوا استفدتوا وعجبكم الفيديو، بحبكم قوي 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 قوي. باي.